سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. مشايخ الدعوة السلفية كثر، ولكن لماذا يتم التركيز في العلامة ربيع بن هادي والعلامة محمد أمان الجامي في الطعن فيهم؟ لأن العالم إذا تخصص في الرد على أهل البدع وكشف عوارهم وبين حقيقتهم تتوجه عليه السهام. هذا هو السبب باختصار. الشيخ محمد أمان جامي والشيخ ربيع من العلماء الكبار الذين نفع الله بدعوتهم وبمصنفاتهم، وشهد لهم تلامذتهم ومشايخهم وأقرانهم، كلهم شهدوا لهم بالعلم والفضل والتقوى والخير ومحبة الخير للناس والدعوة والصبر. فلما نشروا العقيدة ونشروا السنة وجدوا مخالفات، وجدوا أناس ينشرون البدعة، وجدوا فرق ضالة فكشفوها وعرفوها فحذروا منها. فلما حذروا منها ورفعوا أصواتهم بالتحذير منها، أهل البدع لم يسكتوا فهاجموهم من كل مكان بالتكذيب وبالطعن وبالتنقص وبالسب والإهانة، ووصل الحال ببعضهم إلى التكفير، وأن ربيع هذا زنديق وأن محمد أمان جامي كذلك، فيكفرونهم. غلاة أهل البدع وصلوا إلى التكفير. فإن العالم إذا رأى البدعة، هذه البدعة لا تطير في الهواء وتنتقل من مكان لمكان هكذا وحدها. من الذي ينقلها؟ أناس ينشرونها ويقيدونها ويصنفون لها وينشرون المؤلفات ويدرسون الطلاب على ذلك. فأنت تعرف أن هؤلاء أهل بدع وينشرون البدعة، تقول أنا لا أحذر من أهل البدع، أنا لا أتكلم في أحد، أنا أخشى من الغيبة. هذا ليس كلام العلماء. كلام العالم أنك تحذر من البدعة وأهلها، لا سيما الداعية إلى بدعته. فلما رأى الشيخ محمد أمان رحمه الله، الشيخ ربيع حفظه الله، هؤلاء ينشرون البدع السرورية والقطبية والإخوان المسلمين وغيرهم، حذروا ورفعوا أصواتهم وسموهم فلان وفلان، وكتبوا الكتب في الرد عليهم، ونفع الله بكتاباتهم وتنبه الشباب. والدليل الأمة الآن تصيح كلها، المجتمع الإسلامي كله يصيح من الإخوان المسلمين. وليتهم هؤلاء الذين يصرفون الآن يعترفون بفضل هذا الإمام محمد أمان جامي وبفضل كذلك الشيخ الإمام الشيخ ربيع، ويقولون هؤلاء أول من حذرنا، ليتنا سمعنا كلامهم في أول الأمر لكنا تداركنا هذا الخطر. لكن جاء بعد ماذا؟ انتشروا هؤلاء الإخوان في كل مكان وسيطروا على البلاد ووصلوا إلى مفاصل كثير من الدول. لهذا انظروا إلى الفساد العريض الذي حصل في البلاد، لا سيما البلاد الإسلامية، من قتل وسفك للدماء وانتهاك الأعراض بسبب الإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم، ومن كان من الفرق التي خرجت من عبايتهم كالسرورية والقطبية وإلى غير ذلك والحدادية وإلى غير ذلك. نعم.